من الحكايات الجميلة جدًا عن سيدنا عمر بن الخطاب إن هو طلع في مرة للبادية كده أو للصحرا، فلقى في راجل ناصب خيمة قديمة جدًا وقاعد قدامها شكله مكتئب وحزين، فقال له: "مالك؟" قال له طبعًا الحكاية فيما معناها مش بالنص يعني، قال له: "يعني أنا جاي عشان أشوف عمر بن الخطاب عشان عايز من فضله يعني." وسمع أنين ست يعني أو امرأة بتئن من جوّه يعني تعبانة، فقال له: "مين دي؟" قال له: "يا عم روح شوف أنت رايح فين يعني اقضي حاجاتك." قال له: "دي حاجاتي أنا، ده شغلي." قال له: مراتي جالها الطلق وهتولد وأنا ما عنديش لا أكل ولا شرب ولا فلوس ولا حد." فسابه وراح على البيت بسرعة سيدنا عمر، سأل مراته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فقال لها: "عندِك أي حاجة من الرزق اللي ربنا بيبعته لِك؟" قالت له: "ليه؟" فقال لها عن الراجل، فراحت جايبة متاع وحاجات وراحت معاه لبيت الراجل، وهو سيدنا عمر خد جراب كده معاه فيه أكل وحطب وقدر كبير اللي هو القدر إناء كبير يعني، ومرات سيدنا عمر دخلت الخيمة وسيدنا عمر قاعد بيولع في الحطب ويولع ويعمل أكل والراجل قاعد بيبص له مندهش من اللي بيشوفه. فبعد شوية سمع صوت من جوه مرات سيدنا عمر بتنادي عليه بتقول له: "بشر صاحبك بغلام." فبتقول له: "يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام." فالراجل يعني الراجل بقى بيفكر بقى موضوع غلام ده أمير المؤمنين، قال له: "أنت عمر بن الخطاب؟" قال له: "نعم." فالراجل يعني يعني بيحاول كده ياخد من إيده الحاجة ويساعده، قال له: "ابقى مكانك." وشال سيدنا عمر القدر وحطه قدام الخيمة، قال لها بيقول لمراته: "أشبعيها حتى يعني فيما معناه إن هي إيه أكليها يعني عشان تعبانة." ولما خلصوا طلعت القدر تاني وبدأ حطه قدام الراجل عشان الراجل ياكل، قال له: "كل عشان أنت تعبت سهران طول الليل." بعدها نادى عمر مراته بعد ما كل حاجة انتهت وقال للراجل: "تعالَ لنا بكرة يعني لما النهار يطلع ونقضي حاجاتك، يعني نشوف إيه اللي أنت محتاجه ونعمله لك." فيعني الموضوع غريب، الناس دي كانت دماغها جميلة. الناس دي عارفة السعادة فين بالضبط. بالقليل كانوا راضيين، إحنا بنحاول دلوقتي عندنا حاجات كتير جدًا موجودة حوالينا ولكن مش راضيين ومش سعداء. الإنسان كل اللي بيحاول يوصل له على مدار التاريخ من البداية للنهاية إن هو يبقى مبسوط، مبسوط بقى بقليل، مبسوط بكتير، المهم يوصل لفكرة السعادة. كويس إن السعادة مش في إيد حد، كان زماننا متنا كآبةً يعني. فلا السعادة بالفلوس الكتير ولا السعادة بالحب ولا الحاجات دي كلها فيها سعادة، ولكن ممكن يبقى معايا فلوس كتير وأنا حزين أو كئيب. الموضوع في إيد ربنا، ممكن تبقى الحاجة جميلة وأنت مش راضي بيها، فاعتبر